تديلوش العضويه؟ ما جاش، هو اللي ما جاش. انت عاوز تديله تصريح، انا اقصد العضويه. ما هو التصريح عضويه، سيبك من المسميات الكامله، سيبك من المسميات. ما هو انا ليه لما ما خرجت، عضويه ما هو انا لما خرجت كل صوت في الانتخابات ما يا هو استاذ انا لما مصطفى. خرجت يا ستي، انا لما خرجت من النقابه في 2015 ما كانش في حاجه اسمها تصريح سنوي، ده عاملينه ادوات بقول لك ابتزاز وقهر. انت عندك نوعين من العضويه في جوه النقابه. طب ما تلغيه. انت عندك نوعين من العضويه. انت خليته ربع سنه وليه يا استاذ مصطفى؟ ده الشعبه معينه، بقول لك الشعبه اضرت واسفت وهجست واضرت بمجتمعنا، فعشان يلتزم حطيته جوه اطار عشان احتويه. عشان احتويه ليا ولا لاولادك؟ عملتها عشان احتويه لاولاد الناس كلها. بحتويه عشان يبقى سلعه صالحه لبلدي ولاولاد بلدي، وما خرجش جيل نشء ضايع. يعني احتلت على الامر عشان الم الشباب دي. لو هي موهوبه بالفعل تعالى كن موهوب زي ما انت عايز، بس اوعى تضيع لي ولاد الناس. ما تقولش كلمه منحطه، ما تعلمش ولادي المجال والضياع والسنجه والسيف ما تروحش هنا. اذا كنت باخد اي اجراء في اطار معين عشان احمي المجتمع من نوع من انواع التدمير زي المخدرات، ده انا لا الام عليه. مش المفروض الام عليه، المفروض يتقال لي شكرا ان انا خايف على اولادك واخواتك الصغيرين وعيالي وعيال الناس، لان احنا ارقى من كده، واحنا نستاهل من بلدنا من ترابها اكتر من كده، وهي تستاهل مننا اكتر من كده. فلميت الشباب دول اللي انتوا بتقولوا ناجحين والناس بتحبهم واولادك بيحبوهم واولادي بيحبوهم واخواتك بيحبوهم، خلاص تعالى بس الدور في اطار منضبط. ما تغنيليش كده، ما تقوليش كده، ما تطلعش ابني يغني كده، لان انا ما طلعتش كده. وعشان كده انا قاعد مع حضرتك هنا، انا من بيئه متوسطه جدا. طلعت سمعت ام كلثوم وهي بتقول بعد ما اتعودت بعد غصب عني، بعد ما نسيت الاماني والتمني، كلمتين اتقالوا شالوا الصبر مني، صحوا في عينيا حنينهم الابتسامه. وانت برضو كان ليك كلمات ارتقت بالروح والذوق، يعني هي غنوه كانت تخدم عمل دوران مثل زي لكن لا طول أنا عمري أقصد إن كان ليك كلمات طول عمري على مدى مشواري راعينا ربنا في كل كلمه غنيناها، حتى اللي كنا بنهزر فيه. حتى لما كنت بقعد انا ومحمد فؤاد عايزين نعمل غنوه راقصه ممتعه عشان نشتغل بيها في الافراح، عملنا ايه؟ عملنا لكم كداب مغرور قال مش بيحبنا بيلف وبيدور طبعا. بيلوع قلبنا غرقان في بحر حاجات عايشه في الوجدان وعيونه قاسيه وكدابه. ما قلنا اكتر من كده ايه؟ عمري وخدته وقلبي دخلته وكل كلام الحب انا قلته اللي عرفته. انت قدامي فانا لازم اسالك، دي فرصه مش أيوة كل يوم بتحصل. اصل انا حتى بقول لك انا اقر واعترف انني احتلت على الامر حتى لا اكون عنصر هادم لكل من هو موهوب منهم، ولا اكون داعم كل الدعم لاسفافهم. فلميت الدنيا، لميتها بابن البلد، لميتها براجل جدع، لميتها بنقيب عايز يحمي مهنته، لميتها براجل مخلص لمصر بيعشق تراب مصر وبيعشق اولادها، لميتها. عرفت احتوي الامر. بقول لحضرتك من شويه قلت لك بقالك شهرين سمعتي منهم لفظ دون المستوى؟ لا، هم دايرين في اطار منضبط. اذا انا لغايه دلوقتي رهاني عليهم، ان انا راهنت على انهم شباب هيقدر يفهم يعني ايه بقول له اشتغل واسترزق واعلن موهبتك. طب بمناسبه كلمات اغانيه الاستاذ محمد فؤاد، اسمع الفيديو ده. حاضر. مفيش حد بينجح لوحده. طبعا. طبعا. مصطفى كامل واد شاطر ومن احلى الناس اللي بتكتب في الوطن العربي. ومن عنده خبرات شريحه كبيره جدا اجتماعيه. يعرف يعبر ويعرف يروح للقاعده العريضه بتاعت الناس. وانا مش عايز اقول لك يعني انا عندي شغف ان يرجع يكتب. لان لو كتب هيبقى عندنا حد بيكتب كويس. سمعت الرساله؟ هو واد ابن بلد اخويا، ما احنا ولاد بلد. هو بيقول لك واد ابن بلد معاه معايا ادوات المجتمع ومعايا لغه المجتمع ومعايا مفردات المجتمع، اشتغلنا على المجتمع بمنتهى الرقي ونجحنا وكبرنا وركبنا العربيات اللي حضرتك بتقولي هو بيطالبك ترجع تغني تاني اكتب تاني تألف تاني. انا كسلت بس شويه يا خلود، بس هرجع. انا بقول لك انا وعمرو دياب، من سنه ونص وقعدنا واخترنا اغنيتين بالفعل. والله مش عارف عندي حاله كسل، بس انا مشتاق لمصطفى كامل الصانع تاني. انا اهتميت بمصطفى كامل مطرب وركزت معاه، فاهملت حته الصانع دي. هوايه الشهره بعدتك عن موهبتك الاصليه؟ الايه؟ هوايه ما مش عارف انت تصدقي، ما هو الغنى برضو لما جه معاه بايلاك كده هزرت فيه، راح جاي بجد بيني وبينك لهاني. ازاي بايلاك؟ والله لهاني وخدني بتقيم نفسك ازاي؟ بقيم نفسي رضيت ربنا اولا الحمد لله رب العالمين،
رضيت ابويا الله يرحمه كمطرب. قبل ما يموت بيا. راضي راضي أمي، نفسك راضي ازاي كمطرب يا استاذ راضي مصطفى؟ امي لغايه دلوقتي، راضي اسرتي، راضي حياتي. انا راضي عن نفسي جدا الحمد لله رب العالمين، وقانع جدا بكل حاجه فيا.